بقى بيستخدم في اي مناسبه لاشاره الديربي ده، الا ان جماهير سيلتيك ما كانتش بتطيق اللقب ده نهائي، عشان اللقب ده يوحي بشراكه وهميه بين الناديين. حتى انه بعد افلاس فريق رينجرز في سنه 2012 وهبوطه للدرجه الرابعه، علق جمهور سيلتيك بان المؤسسه القديمه ماتت ومفيش رينجرز بعد اليوم لمحاوله منهم لانهاء اللقب ده. فريقين في بينهم تاريخ كروي كبير قوي وطويل جدا جدا، فهم على مدار ال 130 سنه اللي فاتوا اتقابلوا 435 مره، فاز فيهم رينجرز 169 مره وسيلتيك 166 مره، وتعادلوا 100 مره. واعلى نتيجه كانت لصالح سيلتيك بنتيجه 7-1 سنه 57 في نهائي الرابطه. وحتى لما الديربي مات مؤقتا بعد افلاس رينجرز في سنه 2012، رجع في 2016 وفاز سيلتيك في اول ديربي بعد الرجوع بنتيجه 5-1. وبعد رجوعه ب4 سنين سنه 2020 حقق رينجرز الدوري بلا هزيمه، ولكن دي ما كانتش اول مره فريق يحقق الدوري بلا هزيمه، لكن سيلتيك عملها مرتين في التاريخ قبل كده، مره 98 ولسه مره قريب سنه 2016 2017. استكمالا للكلام عن الديربي، هنذكر هو ليه يعتبر واحد من اعنف الديربيات عبر التاريخ، وهنذكر حوادث حقيقيه وصعبه من تاريخ الناديين عشان نبين مدى عنف وصعوبه الديربي ده.